اوعى تزعل ابدا على خير قدمته او تضحية قمت بيها او معروف عملته. اوعى تزعل من الجحود او النكران، او ده يكون سبب انك تعاند صوت الخير اللي جواك بحجة ان مفيش فايدة. انت ما بتزرعش في ارضهم علشان ترمي فاسك لو طلعت بور، انت بتزرع في ارضك بتتقل كفة اعمالك، بتشكر ربك على نعمة انك انسان. انت فاكر ان الشهامة والود والصبر ضاعوا لما اديناهم للي ما يستاهلش، وده معناه اننا نقفل بابنا ونقول خلاص اتعلمنا الدرس؟ لا 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 لا، حضرتك فاهم الموضوع غلط. مفيش خير بيضيع، مفيش تضحية الا ومتشالة، سبحانه ما بينساش. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل والهنا والسعاده، او يا مساء الفل، او يا مساء الهنا، او يا مساء السعاده، حسب ما بتشوفوا الفيديو بتاعي يا حبايب قلبي. صباحكم معطر بذكر الله. النهارده جاي لكم فيديو جديد وبروتين قوي قوي جدا جدا جدا، ان شاء الله يعجبكم يا حبايب قلبي باذن الله. هنعمل مع بعض ايه؟ يا بسمه، هنعمل مع بعض يا حبايب قلب روتين حلو كده في اوضه البنات. طبعا كان عندي اوضه البنات متبهدله حرفيا. كان عندي بقى ايه، هدوم طبعا عايزه تتطبق. مين زيي بقى ما بيحبش التطبيق يا بنات؟ يعني قولوا لي مين زيي. والله بجد انا احب اشغل الغساله، يعني اغسل الهدوم قوي واحب انشر، انما تطبيق الهدوم ده بجد بيخنقني قوي. ما علينا. المهم دي بقى يا حبايب قلبي غسلتين مع بعض لمتهم كده، وطبعا برضو هنشغل غسالة معاكم في الفيديو بإذن الله في الروتين طبعا. بس بقى ايه يعني، طبعا مش هنشر معاكم، يعني مش هنشر معاكم الهدوم يا حبايب قلبي، كفايه ان انا اطبق الهدوم في الفيديو. وقلت برضو عشان ايه ما اطولش الفيديو عليكم. تمام. انزلوا كده يا حبايب قلبي في كومنتات، صلوا على النبي كده. واللي لسه يلا ما نضفتش او ما عملتش اي حاجه، تقوم تشجع مع بسمه كده، شجعوا معايا يا حبايب قلبي. وان شاء الله الروتين بجد بجد هيعجبكم، ويبصوا هيحفزكم ان شاء الله. ان شاء الله تطلع من الفيديو ده باذن الله بكل طاقه ايجابيه، وان شاء الله يا رب اكون كده ضيفه خفيفه عليكم يا حبايب قلبي. وطبعا بقى ايه، نستعيذ بالله كده، ونستعيذ قصدي بالشيطان. لا اله الا الله. نستعيذ كده من الشيطان ونسمي الله ونقول يلا توكلنا على الله. طبعا بقى طبقت الهدوم يا حبايب قلبي، وكل بقى ايه حد له طبعا كده طبقت له بقى وحطيت له في دولابه. تمام. عند الولاد بقى ساعة ما بيجوا يا بنات يجيبوا غيار من الدولاب ولا حاجة، يجيبوا غيار لهم او حاجة، ان ما كنتش انا اللي اجيب لهم الحاجة يبهدلوا لي الدولاب، والله العظيم يبهدلوا الضلفة بتاعتهم. يعني انا اطبق واحط وهم برضو يرجعوا ايه، يلا ما علينا. ربنا يا رب يعيننا كده ويقوينا ان شاء الله، ويعيننا يا رب على خدمتهم، ويا رب كده يدينا الصحة ويدينا طول العمر، ويبارك فيكم يا حبايب قلبي، ويكرمكم ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب. يا رب ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. طبعا ما ننساش نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، أنا كل السامعين وكل حبايبي في كل مكان. يلا يا بنوتة يا حبيبة قلبي، قومي كده تشجعي معايا. واللي لمت بقى هدومها ولمت الهدوم من على المنشر أو من على الحبل، تقوم كده يلا تشجع معايا كده وإيه كده يعني. المهم قولوا تمام، يبقى تمام يا حبيب قلبي. بالله عليكم اكتبوا لي كومنت حلو كده يشجعني، وصلوا ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى في الكومنتات يا حبيب قلبي، وقولوا انتوا متابعيني منين. واللي وصل معايا في الفيديو لغايه هنا متنساش يحط اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امر، وكلمه جميله كده منكم تشجعني يا حبيب قلبي. طبعا ما بنخلصش من غسيل الهدوم يا بنات، والله بجد الهدوم ده بص ما اقولكوش تروج بتولد هي والمواعين. بجد والله العظيم يبقى لسه نشرة ولسه لما الهدوم بتاعتي وبصوا واجي ابص الاقي السبت ملأ قد كده. والله العظيم. يعني انا بقول الحمد لله ان الغسالة الاوتوماتيك موجودة عندي، بس لا يعلى عن الغسالة العادية بتاعت زمان يا بنات، كانت جميلة. والله العظيم كنت انا على طول ما بغسلش اللي عليها. طبعا يعني زمان ما كانش بقى لسه طلع الغسالات الاوتوماتيك، ولا كان لسه بقى ايه طلع الغسالات اللي هي النص، ولا اي حاجات من دي يا بنات. المهم بقى كانت الغساله بتاعت زمان دي كانت حلوه جدا جدا، وكانت بتنظف الهدوم او ما شاء الله، والله كانت بتخلي الهدوم فله بجد فله. ايام زمان يا حبايب قلب الغساله اللي هي العاديه زي زمان، انا بقول لكم اللي هي الغساله السليستين اللي هي بتاعت زمان، حتى انا برضو متجوزه بها اساسا يعني.
بس كانت بقى ايه مامتي وبابايا، مامتي الله يرحمها، كانت جايبه لي الغساله اللي هي سلسلة الاطفال. يعني انا حتى سايباها هناك في البيت اللي هناك في البلد، فانا سايباها هناك بصراحه وما جبتهاش هنا. فاللي جبتها هنا اللي هي عندنا هنا الغساله اللي هي الحوضين، اللي هي النص، وعند الغساله اللي هي الاوتوماتيك دي. بس الحوضين دي بصراحه انا ركناها، ما بستعملهاش، فبستعمل الغساله اللي هي الايه، اللي هي الاوتوماتيك يا حبايب قلبي. عايزاكم بقى تشجعوني يا حبايب قلبي، اللي عندها اي سؤال او عندها اي حاجه تكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليكم يا حبايب قلبي ان شاء الله. وباذن الله كده نكون مع بعض، وان شاء الله هكبر بيكم، وان شاء الله نكون يعني باذن الله عارفه ان انتوا هتقفوا جنب مني يا حبايب قلبي. طبعا بقى الهدوم بصراحه كانت كتير، فما كملتش معاكم للنهايه يعني في تطبيق الهدوم. فانا طبقت جزء كده من الهدوم، وايه فصلت بقى الكاميرا وقلت ايه اطبق الباقي كده مع نفسي. تمام. بعد بقى ما طبقت الهدوم وحطيت كل حاجة في مكانها، قلت بقى ايه اشيل الملايات برضو اغيرها كده، لانها بقالها كام يوم برضو. اشيلها كده واغيرها، لان طبعا احنا في الصيف وفي الحر، وطبعا بننام وبنعرق. فطبعا لازم الملاية دي على طول يا بنات، كل يومين، كل 3 ايام، ممكن كل يوم. فاهميني، لان طبعا الجو حر موت جدا جدا، الجو حر جدا. فربنا يا رب يكفينا شر النار يا رب، ويعيننا كده على اللي احنا فيه، ويبارك لنا في اولادنا يا رب، ونعيش ونفرح بهم كده يا رب. شلت بقى الملاية يا حبيب قلبي، وجبت ملاية تانية طبعا حلوة برضو كده نظيفة. ففرشتها طبعا على السرير زي ما انتم شايفين، واحط بقى الايه المخدة بتاعتها، واروق برضو الأوضة كده للبنات، واخليها الحمد لله تكون ايه زي الفل كده. لان بتبقى ساعات بنتي الكبيرة بيبقى يجي لها اصحابها في البيت هنا، بيبقوا يقعدوا معاها وكده يعني، فلازم الأوضة برضو تبقى نظيفة، ولازم تبقى حلوة. ولازم على طول يا حبايب قلبي نكون ايدينا في بيتنا. انا عارفه ان بيجي لنا اوقات بجد بجد ان احنا ما بنقدرش او بنتعب، وبيجي لنا يعني ايه شويه كسل طبعا بالحر بقى، وبصوا ما اقولكوش. بس والله العظيم احنا ربنا بيعيننا طبعا، ولازم نقوم، ولازم نخدم ولادنا ولازم محدش هيعمل لك يا حبيبه قلبي، محدش هيخدمك ولا حد يعمل لك حاجه. يعني قولي يا اقول ايه، ما حدش على رأي المثل اللي بيقول ما يمسح دمعتك الا ايدك، ما يمسح دمعتك الا ايدك. فالحمد لله ربنا ما يحوجنا لحد ابدا. المهم يا المهم يا بنات، دخلت بقى ايه على السرير التاني، برضو كان عليه شوية برضو حاجات برضو شلتها، وفرشتها برضو كده السرير خلته ما شاء الله كده. وبرضو وبعدين بقى هنمسك برضو الأوضة برضو ايه، نجيب بقى كده المقشة ونكنسها برضو ونمسحها. شوية معطر بقى، شوية ايه اللي عندك يا حبايب قلبي. والله العظيم انا ساعات ما بيكونش عندي معطر بجيب شامبو، نطرة شامبو كده صغيرة مع المية مع الاريال، بتدي رغوة، فبتخليه بصراحة البلاط بيلمع وبيبقى زي الفل. والله بجد بيبقى زي الفل. طبعا زي ما انتم شايفين السرين خلاص اتنضفوا ما شاء الله ما شاء الله، شايفين يا بنات. طبعا الجو كان حر هنا، الطرحة كانت عندي اصلا من الحر، من العرق اتبلت والله العظيم يا بنات. طبعا المفارش دي شلتها بقى، طبعا قلت اغسلها المفرشين دول، واشغل بقى الغسالة على المفرشين وعلى بتاع ايه الملايات اللي انا شلتها طبعا من الغسالة، عشان ما اكومش عندي ما يفضلش عندي هدوم. طبعا كنت حاطه المفارش ديت، وحاطه البطانيه، وحاطه اللحاف، كنت حاطهم عندي كده على المكتب بتاع البنات، بس لان مفيش عندي مكان في الدولاب وكده، بقيت البطاطين طبعا في الدولاب. فانا قلت ايه احطهم كده، فرجعت بصراحه لقيت المنظر مش كويس يعني، فقلت لا اشيلهم واشوف لهم بقى ايه مكان كده احطهم فيه، واغطيهم كده واشوف لهم مكان تاني ايه احطهم فيه. طبعا المكتب ده ضايق عندي الاوضه جامد، بس هعمل ايه، ما هنعمل ايه بقى يا بنات. شلتهم بقى كده وقلت ادخلهم كده ايه، احطهم الوقت طبعا في الصاله بره، على ما ابقى اشوف لهم ايه، اشوف لهم مكان. مسكت بقى المكتب، كان طبعا عنده التراب ده، بصوا يا جبنات التراب ده صعب جدا والله العظيم صعب جدا. فمسكت بقى المكتب كده مسحته برضو مسحه حلوه كده، وروقته وخليته زي الفل شمعة منوره، ومسحناه كده يا حبايب قلبي. وبعدين بقى ايه هنرجع بقى نحط كتب الولاد تاني. طبعا هنبدأ بقى دروس في شهر 8 ان شاء الله، يعني خلاص هانت 8 يعني ما عادش حاجة. احنا النهاردة 29، النهاردة 29، يعني ما عادش حاجة يا حبايب قلبي. النهاردة كام يا بنات، 29 ولا 28؟ بصراحة مش متذكرة. المهم ما عادش حاجة يعني عن ايه، عن الدروس. وهنبدأ بقى ايه الدراسة يا بنات. الأجازة عدت بصوا في لحظة، طبعا ما حسناش بالأجازة والله، ولا أي حاجة، بس يلا الحمد لله.
ربنا كده يجعلها سنة سعيدة يا رب كده على ولادنا ونجحهم كده يا رب ووفقهم، ويا رب كده ايه نشوفهم كده احسن الناس بإذن الله. جبت بقى المقاشة وقلت برضو ايه اكنس كده الأوضة. طبعا هو اللي كان متبهدل عندي الهدوم طبعا عشان كانت محطوطة على السرير وكده، فاللي كان متبهدل عندي الايه السراير. فالأوضة برضو ما طلعتش منها يعني حاجة قد كده، بس قلت برضو ايه اروقها. تمام في الكنيس يعني. المهم بقى يا بنات ايه، آه اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. المهم بقى اكنس بقى الأوضة زي ما انتم شايفين كده. هطلع بقى ايه، اعزكم الله التراب بقى والكنسة دي هطلعها طبعا كده ايه على البلكونة. عايزة برضه امسك البلكونة يا بنات اظبطها ظبطة حلوة، بس بصراحة ببقى عايزة اصورها معاكم، بس انا عندي البلكونة صغيرة جدا جدا، فما بعرفش ان انا احط الستاند بالتليفون. ببقى خايف التليفون يعني ايه يقع او يجرى له حاجة. طبعا التليفونات غالية زي ما انتم عارفين، فطبعا بخاف قوي على التليفون وانا بصور بصراحة في البلكونة بالذات. فلو حاولت اصور معاكم البلكونة هصورها، ما حاولتش بقى ايه معلش اعذروني يا بنات. جبت بقى كده كم ما بعرفش انا طبعا يعني ايه اسم البتاعة دي بصراحة او اسم المساحة دي، بس انا بصراحة جبتها كده وحطيت فيها بقى ايه حبة اريال على حبة على شامبو كده، يعني ايه نقطة شامبو صغنونة كده. وطبعا رغت معايا ما شاء الله وخلت البلاط ما شاء الله بيلمع زي الفل، والله كان بيلمع زي الفل يا بنات. عايزاكم بقى تشجعوني يا حبايب قلبي عشان نكون ان شاء الله مستمرين مع بعض، وعايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات كده يا بنات وتشجعوني وانتوا بتتابعوني منين. وزعلانه منكم انتوا ما تكتبوليش في الكومنتات. اكتبوا لي في الكومنتات يا بنات بالله عليكم وشجعوني كده يا حبايب قلبي. طبعا دي منظر الاوضه بعد ما انا خلصتها يا بنات ما شاء الله زي الفل. ما شاء الله والله النظافه حلوه يا بنات. ربنا يعيننا كده يا رب ونخلي بيتنا كده جنه كده. الواحده هي اللي تخلي بيتها جنه بايديها يا بنات والله العظيم. ما شايفين ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. هدخل بقى كده على المطبخ جوه. طبعا انا حاطه الغساله في المطبخ لان ما عنديش مكان في عزكم الله في الحمام. فطبعا بقى يعني ايه حطها كده في المطبخ. حتى انا شاريه البيت ده على كده يا بنات، يعني احنا اخدين البيت ده على كده ان الغساله تبقى في المطبخ. تمام. وطبعا ما بكون يعني عزكم الله في الحمام بتتبهدل بصراحه. فشلت بقى طبعا كنت مشغله الغساله على بيات. طبعا الميه بتقطع عندي من الصبح ما بتجينيش الا بالليل. فما بصدق بقى الغساله فما بصدق بقى الميه تيجي وايه. وطبعا بقى ايه النهارده، بس هي النهارده ما قطعتش الحمد لله. غسلت بقى الدور دوت طبعا على بيات وايه هنشره. واحط بقى الايه المفارش القطيفه زي ما انتم شايفين كده. هتقولي يا ام محمد حد بيطلع مفارش القطيفه في الحر ده؟ او يا بسمه حد بيطلع مفارش في القطيفه في الحر ده؟ بيبقى ساعات نتغطى بيه يا بنات. ما البنات عندي الولاد واحنا ذات نفسنا ما بنعرفش ننام الا نكون متغطيين فاهميني. حطيت بقى الملايات وحطيت بقى الحاجه اللي انا شلتها طبعا. واحط بقى شويه اريال. كان ما عنديش بصراحه معطر ان انا احط معطر، بس قلت يلا ايه نمشي دنيتنا كده. الجيش قال لك اتصرف. تمام قوله تمام يبقى تمام يا احلى اخوات في الدنيا. ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم ويكون كده نال رضاكم واكون ضيفه خفيفه عليكم كده. ويا رب كده ايه ما نتحرم من بعض ابدا. وعايزاكم تشجعوني 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 يا احلى بنات ويا احلى اخوات في الدنيا. إيه هشغل بقى الغسالة كده واسيبها مع نفسها كده. وبعدين بقى ايه انشر انا بقى طبعا مع نفسي كده. تمام يا حبايب قلبي.